انت دلوقتي حاسس انك عايز تتثاءب؟ بلاش. لو اتثأبت دلوقتي ده معناه ان دماغك بيبعت لك رسالة، وهنعرف في الفيديو ده ايه الرسالة دي وامتى التثاؤب ممكن يكون علامة خطر. التثاؤب حركة بتعملها من غير ما تقرر، شهيق عميق، الفك ينزل لآخره وزفير طويل، وبعدها مش عارف هي اجت منين. الناس فاكرين التثاؤب يساوي نعسان، الناس فاكرين التثاؤب يساوي ملل، بس العلم بيقول حاجة مختلفة خالص. النهاردة هنكشف 4 أسرار علمية ورا التثاؤب، وهنعرف إمتى يكون خطر، وهنعرف ليه التثاؤب ممكن يكون دليل إنك بتحب حد. الحقيقة اللي هتصدمك، التثاؤب مش بيحصل لإنك تعبان، التثاؤب بيحصل لإن دماغك سخن. الدماغ زي أي بروسيسور، لما يشتغل كتير يسخن، وجسمك ذكي بيعمل تثاؤب تلقائي علشان هوا بارد يدخل من الأنف يبرد الدم يبرد الدماغ. العلماء عملوا تجربة رائعة، حطوا كمادة باردة على راس ناس، النتيجة تثاءبوا أقل بكتير. يعني جسمك من زمان عارف يعمل إيه كمبيوتر كولينج. السر التاني، جسمك بيحاول يصحيه. لما بتبقى تعبان أو ما نمتش كويس، جسمك بيحتاج يرفع نشاطه، فبيبعت لك ضربة طاقة صغيرة اسمها التثاؤب. التثاؤب في الوقت ده بيزود الأكسجين اللي واصل للدم، وبيرفع ضغط الدم شوية. يعني هو زي كوباية قهوة بس مجانية ومن غير كافيين. الجسم ذكي جدا، بس مش كل وقت بنسمعه. السر الثالث، الملل مش سبب، هو رد فعل. فكرت يوم من الأيام ليه بتتثاءب في اجتماع مهل؟ أو وانت بتستنى حاجة لفترة طويلة؟ مش لأنك وقح أو مش مهتم، ده لأن لما النشاط العصبي في دماغك بينزل، دماغك بيحاول ينشط نفسه تاني، فبيبعت لك تثاؤب زي زرار ريست. يعني التثاؤب مش علامة ضعف، هو علامة إن جسمك شاطر وبيهتم بيك. السر الرابع، التثاؤب دليل إنك بتحب. دلوقتي الجزء اللي هيخليك تقول ياه، ليه لما حد جنبك يتثاءب انت بتتثاءب كمان؟ حتى لو ما شفتوش وسمعت الصوت بس، حتى لو قرأت عن التثاؤب بس. العلماء عندهم اسم لده، العدوى الاجتماعية للتثاؤب، وهي مش بتحصل مع أي حد. دراسة اتعملت وأثبتت التثاؤب المعدي بيكون أكتر بكتير بين الناس اللي بتحبهم، بين أهلك، أصحابك المقربين، حتى حيوانك الأليف. لو حد تثاءب جنبك وانت تثاءبت، ده مش إهمال، ده دليل إنك بتحبه فعلا. بالمناسبة، لو المعلومات دي حلوة عليك، اشترك في القناة ودور الجرس، لأن المخزن السري مليان حاجات هتخليك تقول ياه كل يوم. دلوقتي الجزء اللي مش كتير بيتكلموا فيه، في تثاؤب عادي وفي تثاؤب تحذير. لو بتتثاءب أكتر من مرة في الدقيقة، وده من غير ما تكون تعبان أو ناعس، الجسم بيقولك فيه إيه؟ أولاً، ممكن يكون عندك انقطاع النفس النومي، يعني بتوقف عن التنفس وانت نايم من غير ما تحس. ثانياً، ممكن يكون علامة على صداع نصفي جاي. العلماء لقوا إن ناس كتير بتتثاءب قبل الصداع بساعات، وبشكل نادر جداً ممكن يكون علامة على مشكلة عصبية. ما تخافش، بس لو حاسس بده الحل بسيط، روح دكتور. يعني التثاؤب اللي كنت فاكره مجرد حركة عادية، هو في الحقيقة رسالة من دماغك إنه محتاج تبريد، تنبيه إنك محتاج تنام، طريقة جسمك يكسر الملل، ودليل إنك بتحب الناس اللي حواليك. الجسم البشري لغز كبير، وكل يوم المخزن السري بيفتح لك باب جديد. اشترك دلوقتي وفعل الجرس، وقول لي في التعليقات انت تثاءبت وانت بتتفرج في الفيديو ده، لأنك لو تثاءبت انت إنسان طبيعي ونعم.